السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحاج. اليوم وصفتنا تحفة رائعة، رز المندي مع الدجاج المحشي المندي. قبل هيك عملت معاكم بالقناة الرز المندي المسلفن. اليوم عملته بشكل مندي لحاله، بس حشيت الدجاج، يعني ضربت عصفورين بحجر، عملت دجاج محشي وعملت رز مندي ودجاج مندي. نبدأ بسم الله. الدجاج غسلاه بخل وطحين ومية كتير منيح من جوا ومن برا. بدي أعمل الحشوة تبعته. انت بامكانك اما تحشيه او تقطعيه وتسلقيه عادي زي ما بدنا نشتغل بعد هيك، يعني ممكن تستغني عن هذه الخطوة هي اني بدي اقلب بصلة مقطعة ناعم بزيت على النار لحد ما تدبل، واضيف عليها رز مصري مغسول ومصفى، بقلبهم كتير منيح مع بعض. البهارات اللي بدي اضيفها بهار الدجاج مع بهار المندي والبهار، فلفل اسود. بغمر الرز بالمية وبضيف له الملح وبغطيه وبتركه على نار هادية لحد ما يستوي الرز تماما. هذه هي الحشوة. الآن بدي أحشي الدجاج، بدي أحشيه كتير منيح لأنه الحشوة مستوية تماما، فما بكونش خوف من الحشوة. بحشيها وبسكرها إما بنكشات الأسنان أو بخيطها خياطة، فأنا عملت واحدة هيك وواحدة هيك عشان تشوفوا. الآن الطنجرة على النار، بدي أسلق الدجاج. بضيف الدجاج في الطنجرة، تمام هيك. بضيف له مية ساخنة تغمره. البهارات اللي بدي أضيفها قرفة وورق غار وهيل وقرنفل ولومي وراس توم زي ما هو، إما بتضيفي 1 أو 2 حسب رغبتك. بالناحية التانية بضيف كمية من السمنة وزيت، وبقلب بصل شرايح، بقلبه كتير منيح، وبدي أحط فحم على النار يتحمر. بعد ما البصل تحمر معايا بدي أدخنه، أعمل له المندي. بحط صحن وبحط فيه ورق ألمنيوم، بحط قطع الفحم وبحط زيت، بكمر الطنجرة بسرعة، بتركها 5 دقايق. بعد ما مرت ال5 دقايق برفع الصحن اللي فيه الفحم، بكون طبعا طعم البصل تحفة. باخده وبحطه على الدجاج، بس بده يكون الدجاج مرق عليه نص ساعة من فترة السلق. الزيت اللي مدخن باخد نصه على جنب وحنشوف لإيش. أما اللي ضل في الطنجرة النص التاني بضيف له رز بسمتي، والرز البسمتي بده يكون مغسول ومصفى. بقلب الرز البسمتي كتير منيح بالزيت والسمنة. الدجاج مر عليه 1.25 ساعة هيك، برفعه بالصينية اللي بدي أحمره بالفرن. هيك رفعته، بدي أصفي المرقة تبعته اللي بدي أعاير فيها الرز. الحاجات اللي صفيتها باخد منها اللي بدي إياه، باخد التوم والبصل، الشغلات اللي أنا بحبها، وبدي أضيف المرقة العيار المناسب للرز، ضعف كمية الرز. بضيف معلقة كبيرة من بهار المندي، بحركهم، بهدي النار وبترك الرز يستوي براحته. تمام هيك. في هذا الوقت ايش بدي اعمل بالزيت اللي حطيته على جنب؟ بدي اضيف له اما لون اورنج، او بضيف له كركم، او بضيف له زعفران، المتوفر عندك ضيفيه. بدي ادهن فيه الدجاج كتير منيح، بدخله الفرن. تمام هيك. والزيت اللي ضل بعد ما استوى الرز هيك طفيت النار، الزيت اللي ضله مع اللون بدي أوزعه بشكل عشوائي على الرز. بغطيه وبترك الطنجرة بعد ما استوت تماما، بتركها 1/3 ساعة لنص ساعة حتى يتشرب الرز وتتفتح الحبة منيح. بعد 1/3 ساعة بقلبه عشان يتوزع اللون الأورنج مع الرز ويتونس، يصير شكل لون الرز مونس، وبقدمه بالشكل هذا. وهيك عملتي أطيب مندي تحفة، بنصحكم تجربوه. شكرا جدا لمتابعتكم، حياكم الله.